دولي إذن هو الحل الوحيد إذا أجبرتم الجنوب على البقاء مع الشمال. لو سمحتي لي يا أخت العزيزة، أنت ولك شطارة. ولا لا أعرف أنا أتخاطب مع امرأة ومع رجل. لا مع رجل يا سيدي. تفضل. أنا آسف على العموم أنا أعتذر لك بشدة. ظاهرة أنا أعتبرها ظاهرة مصرية يمكن غابت فترة طويلة جدا. كان زمان عندنا الشيخ عبد الباسط حمود، عندنا الشيخ منشاوي، الطبلاوي، الأسامي الكبيرة دي كلها كنا بنسمعها. عبد الباسط عبد الصمد، أنا آسفة، عبد الباسط عبد الصمد كانوا من ضمن سوري أنا آسفة، كانوا من ضمن المقرئين. وطبعا احنا الوقت مش هيبقى مكفي 5 دقايق، عايزين نشوف الصورة النهائية بقى. ده انا حاسة اتحرق شوية من فوق. معلش احنا الكلام خدنا. وبالعودة مشاهدينا الكرام لمتابعة الخبر المتعلق بما دار في شمال سيناء. زخات مطرية غزيرة وعاصفية ابتداء من منتصف الليلة. الأخ الصديق زكريا الزرولي وكنقدموا بتعازي ديال العائلة ديالو بشأن المقترح النيابي، وكل طرح يعلل وجهة نظر أصحابه. إذن بموضوع آخر وبدعوى وجهتها الحركة البديلة للحريات الفردية. هذا القدر سامي لضيق الوقت كنت معنا من دير الزور مراسل الحدث. أصدر المركز الدولي للدفاع عن حقوق مراقب ردة فعل المصرف على هذه النتائج بالأمس ينهي الجلسة دون تغيير عند مستويات 200 فلس تقريبا. بوبيان للبتروكيماويات أيضا نسمع إذن أخبار عن هذه الشركة. ملاحظة أخيرة محمد، عدد كبير من جماهير البرازيل بالمناسبة خرجت وهي تحيي المكسيك. شكرا لك جهاد. عودة إليك. مزيد بعد فاصل قصير. لنتابع تحديدا إلى متى ستستمر هذه الموجة الماطرة. نتمنى السلامة أولا لأحلام. أنا أؤكد لكم أنها قامت بحمد الله. بتعرف صيبتعان ربما. مساء الخير. سوري بس وقعت ربا. بعد درجات الحرارة المرتفعة اللي شدناها. سوري. صار لك شيء؟ موضوع قال مراسل أخبار الآن تمام حازم أن قوات النظام السوري عفوا